السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وحبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، طلابي في السناتر وطلابي على المنصة وفي كل مكان. أهلا بكم. المنهج الجديد ودي أول حصة في الدرس الأول للمنهج الجديد، منهج الدراسات. 99% من طلاب تالتة إعدادي تقريبا مفكرين إن المنهج الجديد صعب خالص وإن خلاص تم القضاء عليهم وقضي الأمر. لا خالص، الدرس سهل وجميل وبسيط خالص، وشوف بنفسك. طيب، فصلى على النبي وقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وخش برجلك اليمين ويلا بينا نبدأ الدرس. أنا عندي قارات العالم الجديد، وزي ما أنت شفت المحاضرة التعريفية اللي أنا عملتها في المنصة وكمان على اليوتيوب، هتلاحظ ان قارات العالم الجديد هم 4 قارات. كم قارة؟ 4 قارات. انا عندي قارة امريكا الشمالية، وعندي كمان امريكا الجنوبية، وكمان عندنا استراليا. دول ال3 قارات اللي انت هتدرسهم. بس عشان تبقى عارف والامانه العلميه، قارات العالم الجديد في كمان قاره رابعه، الا وهي قاره انتاركتيكا، ودي القاره القطبيه الجنوبيه المتجمده. طب ركز كده معايا، قال لك خد بالك دي تقع في اقصى جنوب الكره الارضيه. طيب نيجي هنا بقى ونخش في الدرس بجد. خد بالك لو كنت شفت حصه المحاضره التعريفيه هتلاحظ ان في الخريطه وضحت لك كل قاره مكانها فين. بس ركز كده معايا، لو انا قلت لك على ترتيب القارات العالم الجديد من حيث المساحه، فاكبر قاره في العالم الجديد، في العالم الجديد اكبر قاره هي امريكا الشماليه، وبعدها قاره امريكا الجنوبيه، وبعدها قاره انتاركتيكا، وبعدها استراليا. يبقى عندنا بالترتيب قاره امريكا الشماليه، وقاره امريكا الجنوبيه، وقاره انتاركتيكا، وقاره استراليا. يبقى كم قاره؟ 4. حلو، عرفنا الترتيب. عرفنا الترتيب. طيب الارقام بتاعت المساحه ما تشغلش بالك بيها، ما هي الا دليل واضح على ترتيب القارات. يعني عندك امريكا الشماليه 24 مليون كيلومتر مربع، عندك مثلا امريكا الجنوبيه 17 مليون كيلومتر مربع، عندك انتاركتيكا 12 مليون كيلومتر مربع، وعندك استراليا هي 7.8 مليون كيلو متر مربع. يبقى اصغر قاره هي قاره استراليا. قاره ايه يا ولا؟ قاره استراليا. يبقى الترتيب بتاعنا امريكا الشماليه هي رقم 1، امريكا الجنوبيه رقم 2، انتاركتيكا رقم 3، استراليا رقم 4. عرفنا الترتيب؟ عرفنا الترتيب. ركز معايا واياك تتوه، الدرس سهل وجميل خالص للغايه. طيب لو انت موجود على قناه اليوتيوب اكتب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اياك تبخى على نفسك بالثواب واياك تبخى عليا بالثواب. فاكتب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طيب ولو انت من اي محافظه قريبه من القاهره الكبرى بالاخص خط المترو، اكتب محافظتك وقول لي عشان ليك مفاجاه كبيره جدا جدا. طيب نخش على اللي بعده، الا وهو الموقع الجغرافي والموقع الفلكي لقارات العالم الجديد. ركز معايا يا حبيب قلبي، لو تفتكر ايام زمان احنا قلنا الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبه لليابس والماء. طب موقع الفلكي هو موقع المكان بس بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. فده الفرق بين الجغرافي والفلكي، ودي حاجه انت خدتها كتير قوي. بس الاول هنا قال لك انا هركز الاول على الامريكتان، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. ليه؟ لانهم قريبين قوي من بعض، وهما كمان يعتبر نفس الموقع الجغرافي، نفس الموقع تقريبا بالملي، مع اختلاف حاجات بسيطه قوي. عشان كده هو جاب لك امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه مع بعض في الموقع الجغرافي والموقع الفلكي، بعد كده يتكلم عن استراليا لوحدها. طيب ركز معايا يا حبيب قلبي، هنا قال لك الحدود الشرقيه والحدود الغربيه لمين؟ امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. طيب قال لك الامريكتين بيتشابهوا في الحدود الشرقيه والحدود الغربيه. اثبت لي. هقول لك الدليل ان الاثنين من ناحيه الشرق بيحدهم المحيط الاطلنطي. الاثنين من ناحيه الشرق بيحدهم من المحيط الاطلنطي. طب من ناحيه الغرب
فيحدهما المحيط الهادي. يبقى يحدهما من الشرق المحيط الأطلنطي، ولكن يحدهما من الغرب المحيط الهادي. بس في تركية حلوة قوي، المحيط الأطلنطي بيفصلهم عن أفريقيا وأوروبا. يبقى المحيط الأطلنطي يفصل قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية عن قارتي أفريقيا وأوروبا. يبقى يفصل المحيط الأطلنطي قارتي أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية عن أوروبا وأفريقيا. حلو. طب المحيط الهادي اللي موجود في الغرب، المحيط الهادي ده بيفصل أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية عن إيه؟ بيفصلهم عن آسيا وعن أستراليا. مستر أنا مش فاهم. هقول لك حاضر عينيا. شايف الخريطة؟ أنا الخريطة، أنا دلوقتي هنا أفريقيا وأوروبا، هنا المحيط الأطلنطي، وجنبي هنا عندي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أدي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وهم في النص محيط أطلنطي بيفصلهم عن أوروبا وأفريقيا. حلو مستر، آسيا هنا واستراليا هنا، إزاي المحيط الهادي اللي هناك بيفصلهم عن بعض؟ أقول لك يا ولد، شايف دراعاتي دي ما بتقفل على بعض، فأصبح المحيط الهادي اللي هنا والمحيط الهادي هنا قافلين على بعض كده. يبقى وقتها المحيط الهادي بيفصل أمريكا الشمالية والجنوبية، بيفصلهم عن إيه؟ بيفصلهم عن آسيا واستراليا. ما هي آسيا واستراليا أهي حضنوا بعض بقوا كرة أرضية واحدة. أصبح المحيط الهادي يفصل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عن آسيا واستراليا، لأن الخريطة قدامك مفرودة كأنك جايب قميص فتحته. طب اقفل القميص هتلاقي الدراع اليمين والدراع الشمال جنب بعض. افتح القميص وافتحها خالص كده هتلاقي الدراعات كلها بعيدة عن بعض. وسط الفكرة. نيجي هنا للموقع الفلكي بس بالأخص دوائر العرض. قال لك خد بالك أمريكا الشمالية تقع في النصف الشمالي. تقع فين؟ في النصف الشمالي بالكامل. بص هنا كده اهو بالكامل، إياك تنسى. يبقى تقع قارة أمريكا الشمالية بالكامل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بين دائرة عرض 7.5 شمالا حتى 83 شمالا. لو تلاحظ الاثنين شمالا، معنى كان القارة بالكامل في الشمال. طيب بينما تقع قارة أمريكا الجنوبية بين دائرتي عرض 12 شمالا و56 جنوبا. بص كده شمالا وجنوبا. يبقى القارة اللي فيهم اللي بتقع جزء منها في الشمال والباقي في الجنوب هي أمريكا الجنوبية، لكن أمريكا الشمالية بالكامل في الشمال. إنما القارة اللي في الأمريكتين تقع جزء صغير في الشمال والجزء الأكبر في الجنوب هي أمريكا الجنوبية، لأنها تقع بين 12 شمالا و56 جنوبا في الدوائر العرضية. قال لك وبذلك يقع معظم أمريكا الجنوبية في النصف الجنوبي للكرة الأرضية. صعب الكلام يا ولد؟ أكيد سهل بإذن الله تعالى، وربنا هيوفقك ويكرمك طول ما أنت بتسعى. فركز معايا ما تتوهش مني. هنا نيجي نركز هنلاقي إن الموقع الفلكي لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية قال لك تقع الأمريكتان في النصف الغربي للكرة الأرضية. تقع فين؟ في النصف الغربي للكرة الأرضية. ركز كده معايا يا ولد. قال لك حيث تقع أمريكا الشمالية بين 10 و168 غربا، أما أمريكا الجنوبية تقع بين 35 و81 غربا. بالراحة كده. يبقى القارتين يا مستر بيقعوا بالكامل في المنطقة الغربية في النصف الغربي من الكرة الأرضية. في النصف الغربي من الكرة الأرضية. نخش على الجزء اللي بعده. قال لك هنتكلم على الموقع الجغرافي والموقع الفلكي بس لمين يا ولد؟ استراليا. هنتكلم فيها لوحدها. استراليا بالكامل تعتبر جزيرة بس كبيرة شوية. قال لك هي على شكل جزيرة كبيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات، من كل ناحية مية، من كل ناحية مية، حيث يحدها بحر آرافورا وتيمور من ناحية الشمال. قال لك من الشرق المحيط الهادي، من الشرق المحيط الهادي من الشرق، ولكن بيحدها من الجنوب والغرب
محيط واحد اسمه الهندي. يبقى المحيط الهندي بيحيط استراليا من جهتين. كم جهه ولا جهتين؟ عارف انت الهنود جو الشقلبه واللي اتنططوا في كل حته، هم حتى طلع لنا في الخرايط قال لك الهنود عشان هنود عندهم المحيط بتاعهم بيحد من جهتين مش من جهه واحده، بيحد استراليا من الجنوب ومن الغرب. يبقى يحد استراليا من الجنوب والغرب المحيط الهندي من الجنوب والغرب. لما اتكلم عن الموقع الفلكي قال لك يلاحظ ان قاره استراليا تقع بالكامل في النصف الجنوبي وفي النصف الشرقي. يبقى استراليا لخصت الموضوع كلها في الجنوب وكلها في الشرق، لا جزء في الشمال ولا جزء في الجنوب. نيجي هنا قال لك هتكلم على أهمية الموقع الجغرافي والفلكي لقارات العالم الجديد. اما اجي اكلمك على الأهمية الاستراتيجية بالذات، هي أول أهمية تيجي في بالك لقارات العالم الجديد. زي إيه؟ بص كده يا حبيب قلبي، قال لك تيسير التجارة العالمية. بالراحة كده، تجارة عالمية. أول ما أقول لك قارات عالم جديد بالأخص الأمريكتين وأقول لك تجارة عالمية قول لي مستر. تجارة بحرية أقول لك شطور. تقول لي بين أمريكا الشمالية والجنوبية أقول لك شطور. تقول لي مستر قناة بنما هي رقم 1 في العالم كله وأهم قناة في العالم اصطناعية. قال لك تعد قناة بنما من أهم الممرات المائية في العالم، هي اللي بتوصل المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي. هي وصلت محيطين ببعض، فعشان كده قال لك أهمية استراتيجية. ده في تيسير يعني سهولة التجارة العالمية، والدليل على ده هي قناة بنما. طيب هنا قال لك تربط بين بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. يجي لك في الامتحان يقول لك قناة تفصل بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. قول له لا، هي تفصل بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. تفصل بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وتربط بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. يبقى تربط مش تفصل في المحيطين، لكن تفصل إمتى؟ لو هتكلم عن الأمريكتين يبقى قناة تفصل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. إيه هي؟ قناة بنما. قناة تربط بين المحيط الأطلنطي وبين المحيط الهادي، قناة بنما. طيب هنا قال لك هذه القناة ساعدت على اختصار آلاف الكيلومترات التي كانت تقطع السفن. ليه؟ ما هو بدل ما كان هينزل المحيط الأطلنطي كله ويلف من تحت أمريكا الجنوبية ويطلع تاني عشان يمشي في المحيط الهادي، لا، ده مشي على طول من النص، جه من النص راح ماشي. دي يعني للعلم مش أكتر. أنا ممكن أقول لك اللي يهمك فيها إنك تعرف إن قناة السويس وقناة بنما الاثنين أهم ممرين مائيين اصطناعيين استراتيجيين في العالم. يعني ايه؟ يعني الاثنين قناتان اصطناعتان، الاثنين صناعيه مش طبيعيه، والاثنين استراتيجيه، والاثنين اهم اثنين في العالم، هي وقناه السويس. يبقى بنما وقناه السويس. طيب نيجي على الجزء اللي بعده. ركز معايا اياك تتوه مني. مستر ده لسه في اهميات. فاكر لما قلت لك ان في اهميه في التقمنص؟ لما كنت هتكلم عن الاهميه قلت لك في اهميه للتقمنص. طيب ركز كده معايا. قال لك الموقع الفلكي للامريكتين ادى الى تنوع النظم البيئيه، يعني تنوع المناخ، يعني في حراره عاليه وحراره منخفضه وحراره في الوسط معتدله. يبقى تنوع في المناخ اللي هي تنوع النظم البيئيه. يعني ايه؟ يعني محاصيل زراعيه مختلفه، يعني حيوانات مختلفه، يعني فلوس كتير يا ولا. يبقى قال لك ايه؟ قال لك ادى الموقع الفلكي للامريكتين الى تنوع النظم البيئيه. ده اول حاجه. رقم 2 قال لك تمتلك قارات العالم الجديد تمتلك ايه؟ احتياطات كبيره. تمتلك ايه يا ولا؟ تمتلك احتياطات كبيره من المعادن، بس بالاخص استراليا عندها يورانيوم وحديد بالعبيط. عندها يورانيوم وحديد بالعبيط. يبقى رقم 2 في الاهميه الاقتصاديه ان انا عندي قارات العالم الجديد عندها احتياطي كبير قوي من المعادن، بس بالاخص استراليا، بالاخص اليورانيوم والحديد. اليورانيوم
والحديد. يبقى رقم 2 تمتلك قارات العالم الجديد احتياطات كبيرة من المعادن بالأخص اليورانيوم والحديد في استراليا. طيب نيجي هنا للأمريكتين. قال لك توجد في الأمريكتين كميات كبيرة من إيه؟ من الطاقة الأحفورية. من الإيه؟ الطاقة الأحفورية. مستر أحفورية جاية من حاجتين، بحفر ليها عشان أوصل لها وعشان أصلها من الحفريات. إن في مثلا كائنات حية ماتت تحللت وبدأت تنتج عنها شوية تفاعلات كيميائية، فبدأ في هنا بترول، هنا في غاز، هنا في فحم، وهكذا. يبقى هي طاقة أحفورية. طاقة أحفورية. نزود دي عندك، اكتبها في الباوربوينت الملف لما تطبعه. اكتب هنا الطاقة الأحفورية، زود عندك واكتب الطاقة الحرارية. الطاقة الإيه؟ الطاقة الحرارية. ليه؟ الطاقة دي عشان تديني طاقة، المصدر ده كبترول أو فحم أو غاز طبيعي زي ما هو مش طاقة، لكن هو مصدر للطاقة. طب إزاي أخد الطاقة؟ بولع فيه، ولعة ويديني طاقة. يبقى الطاقة دي أو مصادر الطاقة دي مالها؟ عشان أخد منها طاقة لازم أولع فيها عن طريق الاحتراق، بيحصل طاقة. فعشان كده اسمها طاقة أحفورية أو حرارية. مصادر طاقة أحفورية أو حرارية عشان بولع فيها فتديني طاقة. زودها عندك في الPDF. مستر الPDF ده مش معايا حبيبي، أنا سايبه في المنصة. خش على المنصة هتلاقي لينك المنصة في الديسكريبشن تحت في الوصف، هتلاقي المنصة موجودة. غالبا حتى الآن أنا مفعل الترم المجاني، يعني هتخش جوه هتكسب ترم مجاني. اشترك في المنصة ان شاء الله تعالى، هتلاقيني سايب لك فيديو ازاي تتعامل مع المنصة عشان خاطر تعمل حساب وتشترك في الكورس. والحق قبل ما الخصم او الحق قبل ما العرض بتاع الترم المجاني ينتهي، لانه هو فاضل له كام ساعة وينتهي تماما، وقتها تضطر تشترك بفلوس حق الكورس. فالحق الكورس قبل ما يضيع من عليك. طيب انت دخلت واشتركت، هتلاقي الملف موجود تقدر تحمله، لكن على اليوتيوب مش هتعرف تحمله الا ما تخش المنصه. ولو انت من الطلاب السعداء اللي لحقوا الترم المجاني فمبروك جدا. طيب انا عندي قلت الاهميه الثالثه ان في الامريكتين عندهم مصادر طاقه احفوريه كتير. حلو. قال لك بيمتلكوا مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه. بيمتلكوا ايه؟ مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. يقصد بها مين؟ يقصد بها أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عندهم مساحات زراعية كبيرة جدا، وعندهم مزارع ضخمة ومزارع تجارية. طيب ركز معايا، خش على الأهمية الحضارية. بس قبل ما أخش على الأهمية الحضارية هسألك كام سؤال، ولو أنت جاوبت برافو قوي، هنئ نفسك، سلم على نفسك وكمل مذاكرة. طيب أول حاجة لما يجي يقول لك قارة بها يورانيوم وحديد، استراليا هي أكتر قارة فيها يورانيوم وحديد، ده كمية كبيرة أوي من الاحتياطي. طيب قارة بها أو قارات بها مساحات زراعية واسعة. أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية فيها مساحات زراعية واسعة أوي. لو قال لك موجود مصادر طاقة أحفورية بكمية كبيرة فين؟ هتقول لي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. نيجي للأهمية الحضارية. هل يا مستر قام حضارات على أرض أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية؟ القارتين كان عندهم حضارات قديمة تسمى المايا والإنكا. ده بس اللي كان موجود، ما تشغلش بالك، ما فيش أي حاجة مهمة أصلا. يبقى هنا قال لك إيه؟ قال لك في بعض الحضارات قامت في قارات العالم الجديد زي حضارة المايا وحضارة الإنكا، زي حضارة المايا والإنكا. طيب قال لك وتعد قارات العالم الجديد مركز التقاء الثقافات الأوروبية والإفريقية والآسيوية. بالراحة كده، القارات دي هي أكتر قارات بتستقبل هجرة، سواء أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو أستراليا. فهي ملتقى الثقافات، هي مخلطة. هي إيه؟ مخلطة فيها كل الثقافات. ليه؟ لأنها بتستقبل هجرات كتير قوي. يبقى قال لك إيه في الآخر؟ ركز كده كويس. قال لك تعد قارات العالم الجديد هي مركز الالتقاء للثقافات الأوروبية
زائد الثقافات الإفريقية زائد الثقافات الآسيوية بما تفسر. ليه؟ بسبب كثرة الهجرات. بسبب إيه؟ كثرة الهجرات. طب ما النتائج المترتبة على، ركز كويس، سؤال في الامتحان بتاع الإيه؟ بتاع الامتحان اللي على المنصة يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله تعالى هتلاقي في امتحان السؤال ده في الامتحان، ذاكره من دلوقتي. من النتائج المترتبة على كثرة الهجرات إلى قارات العالم الجديد، هتقول أدى لإيه؟ أدى إلى أصبحت مركز وملتقى الثقافات الأوروبية والإفريقية والآسيوية. برافو عليك. طيب لما أجي هنا وأتكلم عن خريطة التضاريس الأمريكية سواء شمال أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية، أنا هنا هوريك الخريطة وشوية هشرحها، واللي هقوله هيبقى سهل بعد كده. ركز كده معايا. هنا قال لك ايه؟ قال لك انا عندي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. لو تفتكر احنا قلنا بيحد الامريكتان من جهه الشرق اهو المحيط الاطلنطي. طب من جهه الغرب المحيط الهادي. شفت الاثنين فعلا شبه بعض ازاي؟ عشان نفس الايه؟ نفس الموقع الجغرافي باذن الله. طيب هنا بقى عندي ايه تاني؟ قال لك انا هبدا اتكلم عن الجبال والهضاب والسهول والانهار. ركز كده معايا. هناخد امريكا الجنوبيه الاول. انا عندي من الغرب في جبال اسمها جبال شريطيه على شكل الشريط مستطيل، اسمها جبال شريطيه. ايه هي؟ جبال الانديز، تمتد في غرب امريكا الجنوبيه. في الغرب اسمها ايه؟ جبال الانديز. اسمها ايه؟ جبال الانديز. طيب ركز كده معايا عشان هنا هقول لك على حاجه وهنستخدمها بعد شويه. شايف الجبال قريبه قوي من الساحل على البحر، ده اسمه ساحل، ده كده اسمه ساحل المصيف، قريبه من الرمله من البحر. شايف الجبال قريبه ازاي؟ هنعرف بعد شويه ده بيعمل ايه. طيب احنا قلنا الجبال تمتد في غرب امريكا الجنوبيه اسمها جبال الانديز. جبال ايه؟ الانديز. احفظ الجبال العاليه اللي في امريكا الجنوبيه في الغرب الانديز، لان في امريكا الشماليه ليها اسم تاني. ركز كويس. طيب هنا جبال الانديز. عندنا هضبه مشهوره قوي، اشهر هضبه في امريكا الجنوبيه على اسم البرازيل، هضبه البرازيل. يبقى يقف لك هنا كده يقول لك هي اكبر هضاب القاره، اكبر هضاب امريكا الجنوبيه هي هضبه البرازيل. هضبه ايه؟ هضبه البرازيل. يقف لك تحت كده في الجنوب يقول لك هضبه تقع في جنوب امريكا الجنوبيه وهي اصغر هضاب القاره، اسمها هضبه باتاجونيا. هضبه ايه؟ هضبه باتاجونيا هي اصغر هضاب امريكا الجنوبيه وهي تقع في جنوب امريكا الجنوبيه، اسمها هضبه باتاجونيا. باتاجونيا. طيب يقف لك هنا ويقول لك سهول نهر الامازون، او يقول لك نهر الامازون ده اوسع حوض نهري في العالم، اسمه نهر الامازون. يبقى سهول نهر الامازون. نمسح اللي احنا قلناه ونبررها كده مع بعض. هنا جبال اسمها جبال الانديز في الغرب. هنا هضبة البرازيل اكبر هضاب القارة الجنوبية هي هضبة البرازيل. عندي هنا في الجنوب هضبة باتاجونيا. هضبة ايه يا ولا؟ هضبة باتاجونيا. طيب عندي اوسع حوض نهري في العالم، مش اطول نهر النيل، انما اوسع حوض نهري في العالم الامازون. الايه؟ الامازون. طيب دي امريكا الجنوبيه. نبص على امريكا الشماليه. ركز معايا. انا عندي يقع في الغرب جبال روكي. بص، غرب امريكا الجنوبيه جبال الانديز، اعلى جبال القاره. امريكا الجنوبيه هي جبال الانديز في الغرب. غرب امريكا الشماليه جبال روكي، واعلى جبال القاره بتاعت امريكا الشماليه جبال روكي. يبقى الاثنين عاليين قوي والاثنين في الغرب. عرفنا ليه الامريكتين شبه بعض. طيب يبقى هنا جبال الانديز وهنا جبال روكي. طب مستر انا شايف هنا في جبال اسمها جبال الابلاش، ده اتجاه الشرق. بص، شرق ابلاش بالشين اهو، شرق وابلاش، يبقى الاثنين شين. يبقى اقول لك
جبال تقع في شرق امريكا الجنوبيه، تقول لي جبال الابلاش، شرق ابلاش. طيب انهي اعلى؟ روكي اعلى اللي في الغرب. حلو مستر، انا عايز اعرف هضبه. هقول لك هضبتين برضه. هضبه فوق في الشمال الشرقي هضبه ليبرادور. هضبه تقع في الشمال الشرقي هضبه ليبرادور. طب مستر، هضبه تقع في جنوب امريكا الشماليه اسمها هضبه المكسيك في المكسيك. يبقى ايه؟ هضبه المكسيك فين؟ في المكسيك. حلو، يبقى في شمال شرق امريكا الشماليه هضبه ليبرادور، في جنوب امريكا الشماليه هضبه المكسيك فين؟ في المكسيك. حلو قوي. عايز اعرف نهر، واسم النهر ده ايه، وموجود فين، وهل عنده سهول يعني ارض فيها زراعه ولا لا؟ هقول لك حلو. شايف المنطقه دي اسمها السهول الوسطى في وسط امريكا الشماليه، اسمها السهول الوسطى او سهول نهر الميسيسيبي. يبقى اسم النهر ايه؟ نهر الميسيسيبي او سهول نهر الميسيسيبي، تقع في وسط قاره امريكا الشماليه. لكن السهول اللي في امريكا الجنوبيه اوسع حوض نهري في العالم، نهر الامازون. سهول نهر الامازون فين؟ امريكا الجنوبيه. لكن امريكا الشماليه فيها سهول الوسطى او سهول نهر الميسيسيبي. صعب الكلام ولا سهل قوي ان شاء الله تعالى. يلا نخش على الشرح، يلا بينا. طيب انا هنا هتكلم عن مظاهر سطح قاره امريكا الشماليه، جبال وهضاب، وشويه هنقول السهول، وبعدها امريكا الجنوبيه باذن الله تعالى. الجبال، قال لك جبال، احنا قلنا الابلاش، احنا امريكا ايه؟ امريكا الشماليه. جبال الابلاش في الشرق، يبقى قال لك جبال الابلاش تقع في شرق القاره امريكا الشماليه. جبال الابلاش تقع في شرق القاره. بالراحه كده من تاني، عندي جبال فيها حرف الشين تقع في شرق القاره اسمها جبال الابلاش. في انهي قاره؟ امريكا الشماليه في شرق القاره جبال الابلاش. يبقى حلو قوي. طب اعلى جبل او اعلى سلسله جبليه في القاره اللي في الغرب اسمها جبال روكي. فين؟ في غرب امريكا الشماليه. في غرب امريكا الشماليه. حلو. الاثنين دول ممتازين قوي بوجود المعادن، وعندهم سياحه كتير قوي لان عليهم بعض التلج، واللي بيحبوا يسافروا معظمهم بيحبوا يطلعوا فوق الجبال ويشوفوا التلج، يتصوروا ويعملوا ايه؟ تزحلق على الجليد والجو الجميل ده كله. طيب هل في هضاب؟ ما احنا قلنا هضبتين، هضبه ليبرادور اللي موجوده في شمال شرق القاره، شمال شرق امريكا الشماليه، وهضبه المكسيك، زودها في الملف، هضبه المكسيك فين؟ في الجنوب. فين يا ولا؟ في الجنوب. هضبه ايه؟ هضبه المكسيك. طيب هضبه ليبرادور في شمال شرق امريكا الشماليه، شمال شرق امريكا الشماليه. هنا عندك هضبه اسمها هضبه ليبرادور، قال لك فيها بعض الانهار الصغيره المتشابكه، عشان كده بيستخدموها في توليد الطاقه الكهرومائيه. بالراحه، عندي في سنتر طلاب سالوني قالوا لي مستر ازاي بنولد طاقه كهربائيه من الميه بالاخص الشلالات؟ هقول لك ان في ميه ماشيه كده، نهر ماشي، فجاه راح الميه ايه؟ راحت واقعه. انت مش بيقع ندعه ميه ولا امطار، انت بيقع بشكل مستمر، كانك ماسك حمام سباحه كبير قوي بتفضيه بشكل مستمر، ما بيوقفش ما بيخلصش، هو حمام سباحه بينزل بشكل مستمر. هل من المنطقي الميه دي خفيفه؟ لا، ده كتير جدا، يبقى تقيله قويه بتعمل صدمات. ففي تربونات تحت، تربونات بتتحرك، الميه بتحركها، بتقع عليها بتحركها، فبتتحرك فتولد طاقه حركيه، بتولد طاقه كهرومائيه. يبقى بتعمل طاقه حركيه تولد طاقه
كهرومائية. عشان كده أمريكا الشمالية تستغل الأنهار دي والشلالات دي في عمل مولدات كهرومائية. بيحطوا مولدات طاقة كهرومائية عشان ينتجوا طاقة كهربائية من المياه اللي موجودة بسبب وجود هضبة ليبرادور. يبقى هضبة ليبرادور فين؟ في الشمال الشرقي. فين؟ في الشمال الشرقي. ويقطعها بعض الأنهار الصغيرة، عندها شلالات، عشان كده تستخدم في توليد الطاقة الكهرومائية اللي هي الكهرباء المائية. صعب الكلام؟ لذيذ قوي. طيب نيجي هنا هتكلم عن السهول الفيضية والسهول الساحلية والجزر. طيب سهول فيضية مستر، سهول فيضية انت قلت لنا قبل كده ان الفيض بيجي من النهر، يبقى سهول فيضية يعني انهار. برافو عليك، سهول فيضية يعني انهار، والسهل ده هي المساحة او الارض اللي بيجري فيها النهر، فاسمها سهول فيضية يعني الارض اللي فيها الانهار. روح كده معايا، انا عندي سهول فيضية اسمها السهول الوسطى في امريكا الشمالية، اسمها السهول الوسطى، ودي خد بالك موجودة من اول جبال الابلاش في الشرق لحد جبال روكي في الغرب، يعني واخدة وسط امريكا الشمالية كلها من اول الجبال اللي في الشرق اللي هي الابلاش لحد الجبال اللي في الغرب اللي هي جبال روكي. طيب فيها نهر قلنا اسمه نهر الميسيسيبي. نهر ايه؟ نهر الميسيسيبي موجود في السهول الوسطى. سهول وسطى ميسيسيبي حرف السين اهو، سهول وسطى ميسيسيبي. الكلام ده فين؟ في وسط امريكا الشماليه، يبقى تمتد من جبال الابلاش في الشرق حتى جبال روكي في الغرب. سهول وسطى نهر الميسيسيبي. صعب الكلام؟ طيب هنا قال لك نهر الميسيسيبي ده من اطول انهار امريكا الشماليه، وكمان بيصب في خليج المكسيك. بيصب فين؟ في خليج المكسيك. طيب خليج المكسيك هوريك عن دلوقتي. بص كده معايا بسرعه اهو، انا عندي هنا نهر الميسيسيبي اهو نازل بيصب في خليج الايه؟ المكسيك. نيجي هنا بقى نتكلم على السهول الساحليه. فاكر يا ولا لما قلت لك امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه الجبال قريبه قوي من الساحل؟ بص من تاني، هي تفصل مني. بص كده قريبه هنا قوي وهنا برضو قريبه قوي. فلما اجي ابص على السهول الساحليه قال لك عندي سهلين، سهول على المحيط الهادي وسهول على المحيط الاطلنطي، يعني مصايف على المحيط الاطلنطي ومصايف على المحيط الهادي، رمله وشط على المحيط الهادي ورمله وشط على المحيط الاطلنطي. ايه الحوار بقى؟ قال لك سهول المحيط الهادي هي سهول تتسم بالضيق، ضيقه قوي. ليه؟ بسبب اقتراب جبال، احنا نقول ايه؟ محيط هادي يعني في الغرب، يعني جبال روكي. حلو قوي، يبقى بسبب ايه؟ اقتراب الجبال الغربيه اللي هي روكي، اللي هي ايه؟ اللي هي روكي، اللي هي ايه ولا؟ جبال روكي. جبال ايه؟ روكي مقتربه من ايه؟ من الساحل. يبقى لو قال لك بما تفسر ضيق السهول الساحليه الغربيه من على المحيط الهادي فين؟ في قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. برضه اللي نفس الاجابه، بسبب اقتراب حافات الجبال الغربيه من الساحل. بسبب اقتراب الايه؟ الجبال الغربيه من الساحل. لو بنتكلم عن امريكا الشماليه هتقول له جبال روكي، لو بنتكلم عن امريكا الجنوبيه من دلوقتي هتقول له جبال الانديز. الاثنين نفس الاجابه، الاثنين نفس الاجابه. لو قال لك بما تفسر ضيق السهول الايه؟ الغربيه او سهول المحيط الهادي، سواء قال لك محيط هادي في امريكا الشماليه او قال لك في امريكا الجنوبيه، الاثنين نفس الاجابه. الاثنين قال لك بسبب اقتراب الجبال الغربيه من الساحل. طيب المحيط الاطلنطي هل برضه قال لك لا،
قال لك هو اكثر اتساعا، هو ايه؟ اكثر اتساعا من من المحيط الهادي. يبقى سهول المحيط الاطلنطي هي اكثر اتساعا من سهول المحيط الهادي، وفيها خلجان، يعني جمع خليج، جمع خليج خلجان، وفيها خلجان كثيره ساعدت على انشاء الكثير من الموانئ الطبيعيه. لما يكون عندك خليج طبيعي في الارض، في الميه يعني، ده بيخليك عندك ميناء طبيعي من غير ما تبنيه، هو كده كده عامل شكل ميناء طبيعي، عامل شكل ايه؟ ميناء طبيعي. ايه فكره الخليج؟ بص كده، عندي بحر ماشي كده وفجاه عمل كده، ده اسمه خليج. اسمه ايه؟ خليج. السفن بتقعد هنا، بتركن هنا، فاصبح اسمه ميناء طبيعي من غير ما ابنيه، هو موجود. فدي الخلجان، دي الايه؟ الخلجان. يبقى قال لك ايه؟ قال لك يمتاز سهول المحيط الاطلنطي بحاجتين، ان هو اكثر اتساعا وان هو فيه خلجان، يعني مواني طبيعيه. طب مستر، سهول المحيط الهادي تمتاز بايه؟ بالضيق بس. تمتاز بالايه؟ بالضيق، ان هي ضيقه عشان اقتراب الجبال من الساحل. حلو. اخر حاجه الجزر. مستر، هي امريكا الشماليه فيها جزيره؟ فيها جزيره مشهوره اسمها جرينلاند، ودي اكبر جزر امريكا الشماليه، اسمها جرينلاند.